بتحبي سلطة الطحينة وجربتي اكتر من طريقة ولسه مش لاقية نفس الطعم اللي انتي بتدوري عليه، فالفيديو ده اوعدك ان هو معمول ليكي. مش بس هقولك على سر المطاعم، لا، انا هخليكي تعمليها احسن منهم ومن ومن اول مرة ان شاء الله. وقبل ما نبدأ عايزاكي تقوليلي ايه هي الاكلات اللي انتي بتحبيها وبتحبي جنبها الطحينة. يلا بقى عايزاكي تكتبي لي الكلام ده في الكومنتات ان شاء الله. اولا اول حاجة في كسرولة على البارد هنحط معلقة كبيرة من الدقيق، وعليها وعليها نص كوباية مية، ونبتدي نقلب كويس جدا لحد ما الدقيق يدوب. وبعد كده نمسك الخليط ده نحطه على النار، ونفضل نقلب شوية شوية ونسيبها شوية، يعني لما تاخد القوام كده الكريمي نبتدي بقى نرفعها من على النار. في بولة تانية هنحط 3 معالق كبيرة طحينة طبعا على البارد هنا، وعليهم معلقة خل كبير، ونقلبهم ماشي. بس هنا بقى هنضيف المية حبة حبة عشان نساعد الطحينة انها تاخد القوام القوام الكريمي ماشي. وبعد كده هنقوم ضايفين خليط الدقيق اللي احنا عملناه من شوية، اللي هو كان على النار وسيبناه يبرد، على الطحينة الكريمي اللي احنا عملناها، ونضيف بقى شوية شطة صغيرين وملح. وبالهنا والشفا يا جماعة، هي دي طريقة المطاعم اللي انتوا بتروحوا تاكلوها وتبقوا محتارين ايه الطحينة الجميلة الكريمي دي. هي طحينة، بصوا يا جماعة، طريقة سهلة وسريعة وبأبسط مكونات في البيت. وعايزين طبعا نعرف لما ان شاء الله تعملوها تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك،